لو عندك لفة جلاش وشوية كنافة صغيرين محتارة تعملي بيهم ايه، تعالي بقى ما اقولك على فكرة في الفيديو ده تخليكي تعملي احلى صينية جلاش مسكرة وخطيرة وبحشوة رهيبة يا جماعة. اول حاجة معايا صينية مدهونة بسمنة، بنزل عليها كده بلفة الجلاش ورقة ورقة، بين كل ورقة والتانية عندي دهنة سمنة. ما شاء الله ده خليط يا جماعة بين السمنة البلدي والسمنة العادية خالص. بعد كده ما بحشي نص كمية الجلاش، بجيب عندي كوباية كنافة صغيرة بنزل عليها بشوية صغيرين، معلقة صغيرة من السكر وكمان معلقتين كبار من السمنة، واخلطهم كويس جدا معايا مع شوية كده من المكسرات. خطيرة جدا يا جماعة الحشوة دي ومميزة وبتخلي الجلاش بتوديه لحتة تانية خالص. افرد معايا بقى كده الحشوة الرهيبة دي وافرد عليها شوية كده من السمنة كمان. بكمل بقى باقي عندي لفة الجلاش كده بين كل طبقة والتانية برضو سمنة يا جماعة، ما شاء الله علشان يطلع معاكي مقرمش جدا وحاجة كده اللهم بارك على طعمها خطيرة جدا. هنا بقى خلصت باقي كل لفة الجلاش معايا كده، أبدأ بقى عندي أقطعها التقطيعة المربعات اللي حضراتكم كده شايفينها، وبالجناب بقفلها زي ما حضراتكم كده شايفين، بإيدي بضغط عليها كده أدخلها في بعضها ما شاء الله. هنا بقى أكمل باقي التقطيعة معايا اللهم بارك، وعلى وش الجلاش معايا كده بدهن السمنة اللي باقية معايا اللهم بارك، وادخلها الفرن سخن جدا، ما بتاخدش غير 15 دقيقة وتطلع معاكي رهيبة جدا اللهم بارك. هنا بقى زي ما حضراتكم كده شايفين طلعت معايا من الفرن، بنزل عليها بشربات تقيل بارد، كوبايتين سكر مع كوباية من المية، واسيبهم يستووا معايا. اول ما بيبرد معاكي وبتطلع معاكي الصينية بتسقيها بالشكل ده. بعد كده بقى اقطع احلى جلاش معايا بالطريقه دي زي ما حضراتكم كده شايفين، خطير والحشوه مدياله نكهه مميزه جدا يا جماعه، ومقرمش وسهل وبسيط جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.